السلام عليكم. خسارة الديربي زعلتنا كلنا، بس الفرق الكبيرة بتبان في الرد، وانت كبير يا زمالك، كبير بجمهورك وكبير بكيانك، والكبير هو اللي يرد في الملعب. الرد في الملعب هيكون في برج العرب في ماتش سموحة. ماتش سموحة ما فيهوش هزار، ماتش سموحة اللي هنكمل بيه الموسم. يا عم لسه هقاوح، لسه مصيري بايدي، ولسه الاول، لسه هقاوح. مش مستني هدايا من حد عشان اخلص الموسم الاعجازي. الاعجازي اللي انا بداته هكمله بلعيبتي وبمجهودي وبجمهوري. الكلام اللي الناس ممكن تشوفه مكرر، بس لازم يقفل القفله السعيده. عندي 20 يوم هحارب عليهم، وكل اللحظات الحزينه هتتنسي، واللي هيفضل بس كل الذكريات الحلوه مع جمهور الزمالك ومع اللعيبه في الملعب في الماتشات اللي انت كسبتها. الماتش اللي انت بتخسره هو بيكون دافع ليك ان انت تكمل. صدقني، هي دي روح البطولة، روح البطولة اللي موجودة وكل الناس بتحسدكم عليها. كملوا مشواركم زي ما بدأتوه. هقولها لكم تاني، ماتش الاهلي مش كسرة لعيبة الزمالك، ماتش الاهلي هيكون حافز ليهم. عارفين انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان انا براهن على معدن لعيبة الزمالك. تعال نروح لماتش سموحة. لازم تعرف خصمك كويس علشان تعرف تلعبه ازاي. فريق سموحة هو فريق دفاعي اكتر منه فريق هجومي، فريق استاذ في ركن الاتوبيس، ويلعب على المرتدة يخطف بيها واحدة. طب انا هعمل ايه علشان كلامي ما يبانش ليكم مكرر؟ لازم يا جماعة انوع لعبي، اختراقات من الاطراف، اختراقات من العمق، تسديد، الكور الثابتة، الثنائيات اللي ممكن تتعمل في الملعب. قرب خطوطك، الكلام اللي انا بقوله بقالي كتير. قرب خطوطك، والكورة التانية اللي هي السكند بول واللعب المباشر. لما انت هتقرب خطوطك هتقلل معدلات الجري، علشان البدني مش هيسعفك. انت كل اللي حيلتك 14 لعيب بتقسم بيهم الموسم، فلازم نقرب خطوطنا ونقلل معدلات الجري. لما تيجي تلعب على فكرة السكند بول، الكورة التانية عدتها كتير بس مصمم عليها. الكورة التانية دي مهمة ليه؟ لما الفرقة اللي قدامك بتاخد منها اللي انت الكورة التانية، بيبقى لسه هم مش منظمين دفاعيا، فلما تيجي انت تلعب اللعب المباشر بتقدر تضربهم وهم لسه مش منظمين. علشان كده قرب خطوطك، الكورة التانية، اللعب المباشر، مفاتيح الفوز، مفاتيح قتل اللقاء. التشكيل الامثل لماتش سموحة: المهدي سليمان لحراسة المرمى، هلعب بباك ليفت احمد فتوح، هلعب بباك رايت محمد ابراهيم، هلعب بحسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل في قلب الدفاع. نص الملعب هلعب بثلاثة: محمد السيد ومحمد شحاتة وآدم كايد. ويجي بقى دور الحتة الهجومية. شوف، هلعب بمحمود بنتايج ناحية الشمال، وهلعب بخوان ألفينا ناحية اليمين، وهلعب بعدي الدباغ راس حربة. ليه اخترت محمود بنتايج؟ علشان السرعة، علشان اختراقات، علشان لعب مباشر، علشان تسديد على المرمى. وفي نفس الوقت انا عايز ان انا اريح ناصر منسي، عايز عدي الدباغ هو اللي يبدا كراس حربة، ويكون معايا ناصر منسي، ويكون معايا عبد الله السعيد، ويكون معايا شيكو بنزا، ويكون معايا احمد شريف. حلول هجوميه. انت سمعت رايي في التشكيل، يا ريت تسمع لي رايك وتكتبه لي في الكومنتات. ولو لسه مش متابعني لحد دلوقتي ومش مشترك معايا في القناه، على طول يلا اشترك في القناه. باذن الله الزمالك بطل الدوري، الزمالك بطل الكونفدراليه. هم 20 يوم يا زمالك، يا نكون يا لا نكون. شكرا.